ميسي ينتقل إلى الهلال السعودي بعقد نهائي واستثنائي. أتم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي انتقاله لصفوف الهلال السعودي وفقا لتقرير صحفي ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، والتي أكدت من خلال أحد مصادرها أن انتقال ميسي إلى السعودية صفقة مكتملة وأن رحيله صفقة محسومة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن العقد الذي سينتقل به ميسي إلى الهلال السعودي هائل واستثنائي في الوقت الذي اكتفى فيه النادي الباريسي بالتأكيد على أن تعاقد ميسي سيري حتى آخر شهر يونيو المقبل. صفقة حسمت بالكامل في واحدة من الصفقات الخيالية والمجنونة إغراء الهلال. وفق هذه التسريبات لا يمكن رفضها وتتجاوز ما تقاضاه ميسي خلال مشواره الاحترافي. ميسي سيترك باريس سان جيرمان ويلتحق برونالدو صوب الدوري السعودي وبالضبط فريق الهلال لتعود ذكريات المنافسة على الأهداف وعلى الألقاب وعلى الجوائز الفردية من قبل اللاعبين حازوا على كل شيء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. والد ميسي نفى الخبر عبر حسابه على انستغرام، لكن ما حدث مع رونالدو يتكرر تقريبا. نفى اللاعب والمحيط ثم الأب، وفي نهاية المطاف لا نار من دون دخان. في الصباح فجرت وكالة الأنباء الفرنسية مفاجأة بإعلانها أن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي تم بالفعل حسب مصادر خاصة بها. وكالة الأنباء لا تغامر بسمعتها وتنشر خبرا له أصداء عالمية كهذا إلا بعد التوثق أكثر من مرة ومن أكثر مصدر. وبتفاصيل مقتضبة صفقة ميسي تمت دون حتى الإشارة إلى هوية النادي. حسب كلام أهم الصحفيين المتخصصين في سوق الانتقالات مثل فابريزيو رومانو وجيرالد روميرو، فميسي لم يوقع بعد على عقود انتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدا الهلال السعودي. ما حدث هو أنه تم التوصل لاتفاق شفهي حول الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل 500 مليون يورو سنويا، أكثر من ضعف راتب رونالدو. وهذا الاتفاق ليس بجديد، تم التوصل له في شهر أبريل الماضي. رغبة ميسي هي البقاء في أوروبا وتحديدا العودة للكامب نو، لكن مشاكل برشلونة المالية ما زالت تعقد الصفقة. برشلونة بحاجة إلى بيع لاعبين بأكثر من 100 مليون يورو وتخفيض كتلة الرواتب ليفسح المجال للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. ميسي يخشى أن يتأخر برشلونة في ترميم أوضاعه المالية ويصل لنهاية سوق الانتقالات دون يوقع عقود الانضمام لأي نادي، لذلك تم اتفاقه الشفهي مع الهلال السعودي. بعد نهاية الموسم ستكون الأمور اتضحت أكثر في برشلونة الذي يقوم بتسويق رافينيا وفاتي وفيران توريس في الدوري الإنجليزي لجلب الأموال وتخفيض الرواتب اللازمة لضم ليونيل ميسي. ميسي يعتقد أن بمقدوره اللعب لموسم أو موسمين مع برشلونة قبل الانتقال للدوري السعودي في نفس العمر الذي انتقل فيه رونالدو إلى المملكة السعودية. ميسي في الهلال بداية من الشهر القادم. صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت. اللاعب الأرجنتيني وافق بالفعل على التواجد في السعودية بالموسم المقبل والانتقال إلى صفوف الهلال في صفقة ضخمة. منافسة ميسي ورونالدو ستعود من جديد داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ميسي في الهلال بداية من الشهر القادم. صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت. اللاعب الأرجنتيني وافق بالفعل على التواجد في السعودية بالموسم المقبل والانتقال إلى صفوف الهلال في صفقة ضخمة. منافسة ميسي ورونالدو ستعود من جديد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.